بص يا عزيزي المشاهد، تعالى كده نقعد قعدة صراحة. هسألك 3 أسئلة ومش عايزك تجاوب، عايزك تجاوب بينك وبين نفسك. السؤال الأول: عمرك في مرة كنت قاعد مع نفسك كده وفكرت في الجواز؟ مش عشان لقيت بنت بتحبها ومرتاح معاها وعايز تكمل عمرك جنبها، لأ، عشان بس تخلص من زن أهلك ومن كلمة هنفرح بيك امتى ومن نظرة المجتمع ليك إنك لسه لوحدك. عمرك قلت أنا هتجوز أي حد بس المهم اهرب من البيت ده ومن الكلام ده، وبعدين لقيت نفسك في بيت جديد بس بنفس الخنقه القديمه؟ السؤال التاني: عمرك صحيت في مره وبصيت في المرايه وكرهت اللي شايفه؟ مش عشان انت وحش، لا، عشان لو حسيت ان جسمك لو ارفع شويه او لونك افتح شويه الناس هتحبك اكتر، هتتقبلك اكتر، هتبقى كفايه. عمرك صدقت ان انت متعلقه برقم على الميزان؟ طب عمرك سالت نفسك لما ربنا خلقني كان مستني راي الناس في شكلي؟ السؤال التالت: عمرك كنت قاعد في البيت وسمعت الجملة دي؟ ليه ما تبقاش شاطر زي أخوك؟ شايف أختك جابت كام؟ عمرك حسيت إنك لازم تجري طول عمرك عشان توصل لصورة مش بتاعتك أصلا؟ صورة أخوك أو أختك أو ابن عمك؟ عمرك حسيت إن حب أهلك ليه شروط؟ والشروط ديت إنك تبقى نسخة من حد تاني؟ طب تصدق بقى يا عزيزي المشاهد، لو قلت على سؤال واحد بس من التلاتة دول يبقى أنت وأنا و90% من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عندنا نفس الجرح. مشكلتنا مش في الجواز ولا في الشكل ولا في الاهل، مشكلتنا اننا من صغرنا واحنا بندور على قيمتنا في عيون الناس، في رأي المجتمع، في كلام الناس، في المراية، في شهادة التقدير. بندور عليها في كل حتة الا المكان الوحيد اللي هي فعلا موجودة فيه. الفيديو ده بقى معمول عشان سبب واحد بس، اوريك المكان ده فين واوريك ازاي تاخد قيمتك منه وما ترجعهاش تاني. فلو جايز تسمع الكلام اللي محدش قاله لك قبل كده كمل معايا. شرح الجزء الثاني من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي للمؤلف والدكتور يوسف الحسني. مشروبك الجميل اللي انت بتحبه، ويلا نغوص في بحر الكتب ونستفيد. أهلا وسهلا بك في قناة اندوري، حيث العلم والمعرفة وتطوير الذات. أنا محمد حسام، وهنا في القناة بقدم لك شرح الكتب اللي أنا بقرأها بالتفصيل وبأسلوب سهل وواضح، بحيث إنك تعيش مع كل معنى وتاخد فوائد القراءة بدون ما تقرأ. لو أنت من الناس اللي بتحب النوع ده من الفيديوهات شرفنا باشتراكك يا جميل. قصتنا النهاردة عن بنت اسمها مريم، عمرها 32 سنة، اتربت في بيت تقليدي جدا. أمها كانت مركزة إنها تطلعها زوجة مثالية تدير بيتها بشكل كويس، شكلها الخارجي حلو، صوتها هادي ومنخفض. كانت بتمنعها من الرياضة والخروج مع أصحابها، حتى حلمها إنها تكمل الدراسة بره اترفض. وأبوها كمان قال لها حريتك بعد الجواز. فكبرت وهي مستنية الجواز ده كأنه هو الطريق الوحيد للحرية وتحقيق أحلامها، حتى لو هيكون الجواز ده من غير حب ولا عاطفة. الأول عايزين نعرف إيه هو تعريف العنوسة. هو مفهوم غير سوي تم إنتاجه من مجتمع ذكوري لكي يرتبط استحقاق المرأة وقيمتها الذاتية بوجود رجل، وليعزز الشعور بالوحدة لدى المرأة غير المرتبطة. العنوسة يا جماعة مش حاجة طبيعية، دي بس فكرة اخترعها المجتمع عشان يربط قيمة البنت بوجود رجل في حياتها. يعني لو البنت مش متجوزة أو مش مرتبطة بيخلوها تحس إنها قليلة أو ناقصها حاجة، والموضوع كله ضغط اجتماعي مش حقيقي. وهنا بقى الدكتور يوسف الحسني قال مقولة في غاية الروعة: الحاجة لإنسان آخر يؤمن بنا ويدعمنا لنكون أفضل نسخة من أنفسنا ليست أمرا خاطئا، لكن جعل هذا الشخص مصدرا نستمد منه القيمة الذاتية بدلا أن يكون قيمة مضافة لحياتنا هو الخلل. الدكتور يوسف اتكلم في حاجة مهمة أوي، اللي هي الحماية المفرطة والتسلط. الحماية المفرطة والتدخل المستمر في حياة النساء بيخلوهم يشعروا بفقدان السيطرة على قراراتهم بدل ما يكون الهدف هو حمايتهم من المخاطر. في الحالة دي بقى الطفل بيبدأ يفقد الثقة بنفسه. المفروض الأب والأم يكونوا أصدقاء لأولادهم ويعطوهم حرية الاختيار والتجربة. لما نقوم بكل المسؤوليات نيابة عن أولادنا بنساعدهم يتعودوا على عدم تحمل المسؤولية وبيفقدوا مهارات الحياة الأساسية. وفي مقولة حلوة للدكتور جوردن بيترسون بتقول: لا تقم بأي عمل لأطفالك يستطيعون هم القيام به. بدل ما تحاول تحمي الطفل طول الوقت خليه قوي من جواه عشان مش هتقدر تحميه طول العمر. طب ما تقول لنا يا محمد، ايه أسس التعارف العلمية السوية بين الرجل والمرأة؟ أسس التعارف من الناحية العلمية بتحتاج المرور بالفترات التالية.
ال3 شهور الأولى بتكون للتعارف والكلام، وبنشوف ساعتها هل في تواصل بينهم ولا لأ، ودي بتكون فترة تعارف فقط مش وقت ارتباط رسمي خالص. تاني 3 شهور بتبدأ تلاحظ تصرفات الشخص ومواقفه معاك، ووقتها ممكن تقرر إنك ترتبط بيه لما تتأكد إنه بيحس بيك وبيعمل مواقف حلوة معاك. تالت 3 شهور بتبدأ تلاحظ تفاصيل أكتر عن الشخص زي مدى تقبله لعادات الآخر وبيئته وطباعه ونواقصه، وتبدأ تناقش بقى الحاجات اللي انت تتقبلها والحاجات اللي انت هترفضها، ووقتها تقدر تقول انك عايز تتقدم للزواج لانك عرفت الشخص ده كويس وعايز تكمل معاه تحت بند الجواز. رابع 3 شهور بقى بنبدأ نحط قواعد واضحة للعلاقة ونتفق بقى على الحاجات المسموح بيها والممنوعة. لو ما تمش الاتفاق على القواعد دي العلاقة ممكن تنتهي عشان هيحصل خلل في تقبل الآخر، وحب بلا تقبل لا يكفي. عرفنا دلوقتي يا عزيزي المشاهد إن الفترة المناسبة لطلب الجواز هي في الشهر التاسع تقريبا، بس بشرط يكون ال9 شهور دول يكون فيهم تواصل دائم ومباشر. اوعى تصدق إن العلاقة ممكن تبقى جدية بمجرد إنه قال كلام حلو في أول شهر أو قال نية الجواز. كل حاجة بيتم إثباتها بالمواقف والأفعال من خلال الشهر الأول إلى نهاية السنة. النقد والتنمر على الشكل أسوأ ما قد يمر به الطفل، خصوصا لو كان جاي من الوالدين. الطفل بطبيعته ايجوسينتريك أناني، بياخد أي نقد على إنه حقيقة وبيعتقد إن الخلل فيه هو، ويبدأ تتشوه نظرته لنفسه، ومن هنا بتبدأ تتخلق عقدة الشكل. لو طفلك اتعرض للتنمر في المدرسة وقالك على اللي حصل، لازم تشرح له الموضوع بطريقة يفهمها وتخليه يستوعب ان اللي حصل ده مش صح وان كل الناس مختلفين ومفيش حد احسن من حد، وتدربه على التصرف الصح في المواقف دي عشان يسترد حقه وقوته امام نفسه، ونحميه من العقدة دي اللي بتكون عند ناس كتير جدا في المجتمع بتكون نظرتهم للامور مش صحية. عقدة الشكل واحدة من أشكال عقدة النقص، بتخليك تحس إنك مش كفاية أو ناقصك حاجة، واللي بيبقى عنده العقدة دي بيقارن نفسه بأي شخص تاني ومش بيبقى راضي عن نفسه وعن شكله. عشان كده لو الشخص ده شاف حد أقل منه جمالا ممكن يتعامل معاه بغرور بيحس بالأفضلية. المقارنة دي اتصنفت قبل كده في بعض الأبحاث، ومنها كان بحث روبرت جرين على إنها جزء من الطبيعة البشرية، ولكن الإنسان السوي بيستخدمها بطريقة صحيحة. بتكون المقارنة هنا تحدي بين الشخص ونفسه عشان يكون أحسن، وبيعمل ده من غير ما يحس إنه أقل من التاني. الناس اللي عندها عقدة الشكل بياخدوا معايير المجتمع كأنها الصح والأساس، ومش مدركين إن المعايير دي بتتغير وإن كل واحد وليه ذوقه الخاص في الجمال. الإعلام بقى ووسائل التواصل الاجتماعي خلتنا نحب أشكال معينة، بس ده بقى مش معناه إنها الصح. هقول لك شوية معايير اجتماعية كانت موجودة زمان واتغيرت مع الوقت عشان أثبت لك إن المعيار الاجتماعي متغير ومش ثابت. في موريتانيا مثلا المرأة كل ما كانت سمينة كل ما بقت أجمل. تخيلوا بقى في اليابان كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيسودوا أسنان المرأة بعد الزواج عشان ده بيعبر إنها جميلة وملتزمة بزوجها. وفي الصين زمان الراجل اللي كان عنده ضوافر طويلة كان بيدل على جماله. مؤسف جدا إنك تخلي شكل الإنسان يهزك من الداخل. العلاقة يا جماعة اللي بتكون مبنية على الشكل غالبا في أول 6 شهور بتقع. عشان كده الشكل مش كل حاجة، الأهم هو التوافق والتفاهم، وما تخليش شكلك أو شكل غيرك يحدد حياتك. بيبقى من الصعب جدا إنك تتقبل شكلك لو فضلت مقتنع إن الشكل ده هو اللي بيجيب لك السعادة. الناس اللي شكلها جميل مش دايما عايشين في سعادة، بالعكس ممكن يكون عندهم مشاكل تانية كتير. الناس بتبص للشكل يا جماعة بس مش هي دي الحياة الحقيقية خالص. انت ممكن تعجب الناس من بعيد، بس هل ده هيبقى علاقة صادقة؟ هل ده هيخليك تنجح في حياتك؟ لا طبعا. الشكل عمره ما يخليك تبني مستقبلك ولا يخليك تنجح في حياتك. فكرة انك تقبل نفسك وشكلك دي حاجة مهمة جدا، مش لازم تغير من نفسك عشان ترضي الناس. اشتغل على نفسك وعلى شخصيتك وعلى حلمك لان دي الحاجات اللي هتفرق معاك في الاخر. تعالوا بقى اقول لكم اينشتاين قال ايه عن الموضوع ده. قال مقولة في غاية الروعة: إن كنت ترغب بحياة سعيدة فاربط حياتك بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. يا سلام على هذه المقولة. دلوقتي الناس بقت بتقارن نفسها بناس تانية بسبب إنهم بيظهروا نفسهم بشكل معين وبيحاولوا يظهروا إنهم كماليين ومثاليين، وده اللي بيخلينا نحس إن إحنا أقل من غيرنا أو فينا حاجة أو إننا لازم نكون مثاليين زيهم. الناس اللي بيبقى عندها عقدة الشكل دي مش بيبقوا مقتنعين بشكلهم خالص وبيحاولوا يغيروا فيه، ودايما بيحاولوا يكونوا نسخة من ناس تانية، وده بيوديهم لحالة نفسية مش سليمة. وده مش صح لأن الشكل مش هو اللي بيحدد قيمتك الحقيقية، هي اللي أنت مقتنع بيها عن نفسك
وإنك تكون على طبيعتك، وده بقى اللي هيخليك سعيد مش الشكل المزيف اللي أنت بتحاول تظهره للناس. هحكي لكم قصة عن بنت كانت بتمر بنفس العقدة دي. في سنة 1993 اتولدت بنت في بريطانيا اسمها ميغان جين كراب، وكانت زي أي بنت عادية جدا بتلعب وتضحك وتعيش حياتها من غير ما تفكر في شكل جسمها أو وزنها. في الوقت ده ما كانش عندها أي فكرة عن الجسم المثالي، ولا كانت شايفة أصلا إن في حاجة اسمها عقدة الشكل. من سنة 2007 لحد 2011 ميغان كانت عايشة في دايرة مغلقة من الخوف والسيطرة. حياتها كلها كانت حوالين الأكل، أو بالأصح كانت بتتجنب الأكل. كانت بتحسب كل سعر حراري وبتخاف من أي زيادة بسيطة، وبتشوف نفسها في المراية بشكل مختلف تماما عن الحقيقة. الغريب بقى إنها كانت بتخس بشكل واضح وخطير، وكانت مقتنعة إنها عايزة تخس أكتر. عقلها كان بيشوه الصورة، وهي كانت مصدقاه تماما. في سنة 2011 وهي عندها حوالي 17 أو 18 سنة وصلت لمرحلة خطيرة جدا. جسمها بقى ضعيف وصحتها بقت مهدرة، لكن المشكلة الحقيقية كانت في عقلها اللي كان لسه مكمل وبيقول لها إنها مش كفاية. ودي بقى كانت أخطر نقطة في القصة، لأنها كانت بعيدة تماما عن الواقع. لكن في 2012 حصل تحول غير كل حاجة. حاجة بسيطة جدا لكنها كانت كفيلة تغير حياتها. شافت صورة على الإنترنت لبنات بأجسام طبيعية مش مثالية، لكن كانوا مبسوطين وواثقين جدا من نفسهم. وهنا وقفت وسألت نفسها وبتقول إزاي هم مبسوطين وأنا لأ؟ السؤال ده بقى كان بداية التغيير الحقيقي، لأنه خلاها تشك في كل الأفكار اللي كانت مصدقاها. بدأت تفكر وتقول مين قال إن الشكل ده هو الصح؟ وليه أنا بكره نفسي؟ وهل فعلا جسمي هو اللي فيه المشكلة؟ ومع الوقت بدأت الفكرة القديمة تتكسر واحدة واحدة. ومن سنة 2013 لحد 2014 بدأت رحلة التعافي، ودي كانت أصعب مرحلة في حياتي. كانت حرب يومية بين صوتين جواها، صوت قديم بيخوفها من الأكل، وصوت جديد بيقنعها إنها تستحق تعيش. بدأت تاكل تاني لكن بخوف، وبدأت تواجه نفسها في المراية لكن بتردد. وقعت كتير وحصلت انتكاسات، وفي لحظات كانت بتحس إنها رجعت لنقطة الصفر، لكن المرة دي كانت بتقوم تاني وما استسلمتش. وفي سنة 2015 قررت تاخد خطوة جريئة. عملت حساب على الانستجرام وبدأت تحكي قصتها بصراحة من غير تزييف ولا تجميل. نشرت صور حقيقية ليه واتكلمت عن معاناتها مع عقدة الشكل وعن رحلة التعافي، والناس بدأت تتفاعل معاها بشكل كبير جدا لأنهم أخيرا شافوا حد صادق مش بيحاول يبان مثالي. ومع الوقت بقت واحدة من أشهر الأصوات في العالم في موضوع تقبل الجسد، ووصلت رسالتها لملايين من الناس. وفي سنة 2019 قررت تجمع كل تجربتها في كتاب اسمه Body Positive Power، واللي كانت رسالته إن المشكلة مش في جسمك لكن في المعايير اللي اتفرضت عليك من غير ما تختار. قصة ميغان مش بس عن بنت كرهت شكلها، دي قصة عن ازاي فكرة صغيرة ممكن تدمر إنسان، وازاي نفس الإنسان ده ممكن يقوم ويعيد بناء نفسه من جديد. وفي النهاية وصلت لحقيقة بسيطة لكنها قوية. مش لازم تحب كل حاجة في شكلك، لكن لازم تبطل تكره نفسك بسببه. ويمكن الحقيقة اللي محدش قالها لك قبل كده إن المشكلة عمرها ما كانت في جسمك، لكن في الطريقة اللي اتعلمت تبص بيها لنفسك. أنا شخصيا كنت بشوف زمان اللي بيقول إن الجمال جمال روح ده كان بيضحك على نفسه عشان يريح نفسه إن شكله مش جميل. كنت مفكر ساعتها إن الجمال هو الشكل، واللي الناس اللي شكلهم جميل هما اللي مبسوطين وسعداء في حياتهم. بس لما كبرت وفهمت صح بدأت أشوف إن الكلام ده كله غلط، وإن الجمال فعلا هو جمال الروح، وإن الشكل مش كل حاجة. الجمال الحقيقي يا جماعة في اللي بيعمله الإنسان من جوه قلبه. الدكتور يوسف بدأ الفصل ده بكلمات في غاية الأهمية: عندما لا يعرف الإنسان قيمة نفسه سيبدأ باستمداد هذه القيمة من مصادر خارجية، تبعا لما يرى مجتمعه وأسرته وأصحابه إنه ذو قيمة في هذا الوقت. يعني لو أنت مثلا مش عارف قيمة نفسك هتبدأ تطلب من الناس اللي حواليك إنهم يقولوا لك إنك كويس، هتبدأ تبحث عن تقدير من بره عشان تحس إنك كويس. يعني لو مجتمعك وأسرتك وأصحابك قالوا لك إنك كويس هتحس إنك كويس، وده اللي بيحصل كتير على فكرة. تخيل الناس بتبدأ تعتمد على رأي الناس اللي حواليها عشان تحدد قيمتها. تخيل بقى عزيزي المشاهد إن في شخص عنده عقدة اسمها عقدة النقص،
وبيحاول يثبت لنفسه وللناس انه كويس، فيبدأ يشتري مثلا عربيات فاخرة ويلبس ماركات عالمية، وبيحاول يكون في وسط الناس اللي بيتكلموا عن الفلوس والشهرة. بس هل ده بقى بيخليه فعلا مميز؟ لا، لا طبعا، ده بيخليه أسير لعقدة النقص اللي عنده. بيكون محتاج يثبت لنفسه وللناس إنه كويس عشان يحس إنه كويس. في فرق كبير جدا بين الشخص ده والشخص المتميز السوي. الشخص السوي يا جماعة بيقدر نفسه وعارف إنه إنسان عادي جدا زي باقي الناس، ومش محتاج خالص يثبت لنفسه أو للناس إنه كويس. الفلوس يا جماعة مش كل حاجة، الأهم إنك تكون راضي عن نفسك وعارف قيمتك الحقيقية. وبنفس الطريقة لما بنربط السلطة بالقيمة بنبدأ نفكر إننا لازم نوصل لمنصب عشان نكون كويسين. بس الحقيقة إن السلطة مش هي اللي بتحدد قيمتنا. على رأي المثل، ادي للإنسان سلطة وهتعرف حقيقته. يعني لما بنحط حد في منصب بنقدر نشوف حقيقته. فكروا بقى في ده واعرفوا إن قيمتكم مش في شكلكم ولا في مناصبكم، قيمتكم في ذاتكم وفي الأثر اللي بتسيبوه في الحياة. كلنا سنرحل وسيبقى الأثر. أما بقى بالنسبة للشهادة، اسمع بقى المؤلف بدأ ازاي في الحتة دي. بيقول: ليس هناك أبشع من الحوار مع غبي يحمل شهادة الدكتوراه. الشهادة ورقة تثبت أنك متعلم، لكنها لا تثبت أبدا أنك تفهم. الكلام ده معناته إيه؟ أنا أقول لك. في ناس بتكون معاها شهادة الدكتوراه بس للأسف مش عارفة تطبق اللي اتعلمته، مش عارفة تفكر بطريقة صحيحة، مش عارفة تتعامل مع الناس بطريقة كويسة. يعني الشهادة مش هي اللي بتحدد إنك فاهم أو لأ، الشهادة بس بتقول إنك اتعلمت حاجة، بس مش شرط أبدا إنك تكون فاهم. في حاجة مهمة قوي المجتمع بتاعنا بيعملها، وهي إننا بنقدس أصحاب الشهادات وبنعاملهم أحسن معاملة مش زي اللي مش معاهم شهادة. بس الحقيقة إن الشهادة مش هي كل حاجة. زي ما بيقولوا كده، الشهادة مش هي اللي هتفتح لك الباب، الفهم والقدرة على التطبيق هما اللي هيفتحوا لك الباب. أنا عارف إن في ناس هتقول: بس يا عم الشهادة مهم. أنا مش ضد الشهادة، بس لازم تكون عارف إن الشهادة مش هي كل حاجة. الأهم إنك تعرف نفسك وتعرف إيه اللي بتحبه وتعرف تطبق اللي اتعلمته بطريقة صحيحة. تخيل بقى معايا كده إن في دكتور خريج كلية طب بس مش عارف يعالج الناس بطريقة صحيحة، مع إنه معاه شهادة الدكتوراه بس مش فاهم حاجة. ده طبعا مش كويس، لأن الشهادة مش هي اللي بتحدد إنك دكتور كويس أو لأ. في طفولتنا مش بيتقال لنا انت عايز تبقى ايه واحنا هنساعدك فيه، على قد ما بيتقال لنا لازم تبقى دكتور او مهندس او محامي او مدرس، وبيفرض ده علينا بطريقه مش واعيه. سمعت حاجه قبل كده لاب كان بيقول بكل فخر: انا اقنعت اولادي بالطب لانه كان حلمي انا لنفسي بس ما قدرتش احققه الا من خلاله. ممكن الناس تفكر ان ده حاجه عاديه وان هو كده نجح في تربيته، بس في الحقيقه هو فرض شخصيته عليهم، ومفيش شك انهم كانوا عاوزين ابوهم يفتخر بيهم، فاختاروا المجال ده عشان يحققوا حلمه. حلم ابوهم ده خلاهم ينسوا حلمهم الشخصي اللي ممكن ما يكونوش عارفينه اصلا. وفي حاجه كمان، نفترض انك عارف انت عايز ايه، تقوم رايح لابوك وتقول له بكل حماس: بابا، انا لقيت شغفي، انا قررت ابقى مصور، هصور القمر والنجوم. يوم ابوك باصص لك بصه انت اكيد كلكم عارفينها، ويقول لك: انت اتهبلت يا ابني، ده كلام فاضي، القمر والنجوم دول مش هيجيبوا لك حق كيلو طماطم، ده ما ياكلش عيش، ده ياكلك هو. فابوك يقعد يكمل الخطبه التاريخيه بتاعته ويقول لك: شوف لك وظيفه ثابته يا ابني، مرتب كل اخر الشهر، معاش، تامين، تموت وانت مطمن. يعني باختصار كده عايز يقول لك روح ادفن نفسك بالحياه في وظيفه بس هتموت وجيبك في 50 جنيه. مع ان يا جماعه سر السعاده بسيط خالص، انك تشتغل حاجه بتحبها. بالمختصر يا حبايب، اهلك بيخافوا عليك من الفقر فبيزقوك على سكه الامان المالي اللي هي اصلا سكه الموت البطيء، وانت تسمع كلامهم عشان لقمه العيش، فتضيع متعه الشغل وتضيع الابداع وتضيع نفسك وتتحول لزومبي بيقبض يوم 30 في الشهر. وفي الاخر بنبقى كلنا بنشتغل عشان نرضي خالتك ام احمد اللي هتيجي تقول: ما شاء الله ابنك موظف، مش عشان نرضي نفسنا. لو ابوك بيتفرج دلوقتي قول له: سامحني يا حاج بس دي الحقيقه، اللي متفق معايا يكتب ايوه واللي مش متفق يكتب ليه. دلوقتي هنتكلم على حاجة مهمة أوي، وهي الاستحقاق الذاتي. قول لي كده يا صديقي العسل، سمعت الجملة دي قبل كده؟ يحفظ الله ابن الكبير المهندس مش زي أخوه الفاشل اللي موظف عادي. جملة واحدة بس كفيلة تدمر نفسية بني آدم طول عمره، أنت متخيل؟ خلينا نتكلم مع بعض بصراحة عن الاستحقاق الذاتي اللي بنديه لأولادنا. بص يا صديقي، أول حاجة بنعملها كأهالي إن إحنا بنقارن، ودي الكارثة. خليك زي اخوك المؤدب اللي بيذاكر وما بيخرجش من اوضته. بنتك الكبيره جميله، يا ريت التانيه تبقى زيها.
كأن الشكل أو الوظيفة ميزة تخلي الطفل يستحق الحب أكتر من التاني، وده اسمه استحقاق زائد ملوش أي صلة بالواقع تماما. تعالى بقى لأبشع كلمة بتتقال، كلمة فاشل. كلمة فاشل دي مش وصف، دي سكينة بنقولها لأولادنا عشان مش بيحبوا الجانب الأكاديمي. طب افرض يا عزيزي المشاهد هو عايز يفتح مشروع الخاص، عايز يرسم، عايز يبقى رياضي. لأ، في عين الأهل المتبرمجين على موروثات قديمة النجاح يعني شهادة ووظيفة بس، فبنكسر فيه حاجة مش هتتصلح أبدا. إيه رأيك في الكلام ده؟ نيجي بقى لعقدة الدراسة، أكيد كلكم عارفينها طبعا. الأهل دايما بيقولوا للطفل بطل خروج مع أصحابه، بطل ترسم، ده تضييع وقت، اقعد ذاكر في أوضتك. كأننا بنحطه في حبس انفرادي مع كتاب وفاكرين إن دي التربية الصح. يا إما الطفل يبقى مهووس ويستمد قيمته من درجاته، يا إما يهرب منه وما يرجعلهاش تاني. حد يجي يقول لي دلوقتي طب إيه هو البديل الصح يا محمد؟ هو إن إحنا نشجع الطفل على التجربة والأنشطة الواقعية. ليه بقى؟ عشان ليها ألف فايدة. الرياضة مثلا بتدي جسم البنت قوام صحي وبتشد الجلد بشكل طبيعي أحسن من ألف عملية تجميل. وهنا بقى بنسمع أكتر خرافة من البنات، تقول لك أنا خايف أشيل حديد يطلع لي عضلات وأبقى شبه الراجل. وده مستحيل يحصل، مستحيل توصل لضخامة الراجل من الجيم، وده مش كلام، ده علم. ليه بقى؟ عشان العضلات عشان تكبر محتاجة هرمون اسمه هرمون التستوستيرون، وده عامل البناء بتاع العضلات في الجسم. تعالوا نشوف نسب الهرمون ده بين الراجل والمرأة. الراجل الطبيعي عنده الهرمون ده من 300 ل 1000، انت كبنت طبيعية عندك من 15 ل 70 بس، يعني الراجل عنده 20 ضعف الهرمون اللي عندك. كأنك داخلة بالظبط سباق عربيات، هو راكب فيراري وانت راكبة عجلة، مين هيوصل أسرع؟ فانزلي الجيم وانت مطمنة وما تقلقيش من أي حاجة. الجيم آخره يخلي جسمك الأنثوي أحلى وأجمل وبيخليه في أحسن صورة منه. الخلاصة من الموضوع إن حبك لابنك ما ينفعش يكون مشروط ولا بوظيفة ولا بشكل ولا بدرجة. كل طفل ليه طريقه، دورك تسنده مش تقارنه. لأنك لما تعلي شأن ابن على حساب التاني أنت كده بتكسر الاتنين، وأنت أكيد عارف وحاسس بكده. طبيا لما الإنسان ما يبقاش متصل بنفسه الحقيقية ولا بياخد قيمته من نفسه، ده هيأثر عليه جامد على صحته الجسدية والنفسية. فلو اعتمدت على مصادر الاستحقاق من بره وخبيت نفسك الحقيقية هتخسر نفسك شوية بشوية وهتمشي في سكة بعيدة خالص عن الصحة. الإحساس من جواك إنك مش كفاية وإنك بتقارن نفسك بغيرك من اللي عندهم نفس الاستحقاق المزيف ده ممكن يخليك تكره نفسك وهينتهي بيك الحال لمرض نفسي. طب تصدق بقى يا صديقي العزيز إن أحلى حتة في الفصل كله هي آخر سطرين؟ المؤلف نهى الفصل بجملة لخصت كل حاجة. اسمع بقى قال إيه: مهما ملكت من مصادر الاستحقاق الخارجية فستظل ناقصا في أغوار نفسك إذا لم تعرف قيمة نفسك. وبكده يكون خلصنا الجزء الثاني من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر شرفنا اشتراكك في القناة، وأشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.